بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هلا بنات، شلونكم؟ وصفتنا اليوم راح نسوي تمن جزر بالدجاج. وصفة سهلة وبسيطة وإن شاء الله ما راح تاخذ وقت من عندكم. ناش عندي صدر مال دجاج غسلته اني بمي زين، وهسه خليته بمي وخليت له خل. ايش راح اخلي له بنات؟ اخلي له خاشوقة مال طحين. هذا الطحين شو يسوي للدجاج؟ راح يسحب شك وزفرة بالدجاج، ما يخلي أي زفرة بالدجاج. هذا الطحين أنا دائما استعمل هاي الطريقة وجربتها كلش خوش طريقة، ما يخلي لنا لا زفرة لا شي لا هاي. أنا أنقع بيه خل ومي وشوية ملح وطحين، أنقع الدجاج لمدة ربع ساعة، وورا الربع ساعة راح أرجع لكم وأشوفكم شو نسوي بيه. هاي أول خطوة خلصناها. وأهم خطوة بنات، هسه عندنا الجزر، هاي قشرته وغسلته وهسه راح أقطعه مكعبات. شوفكم الطريقة بنات. وهذا الجزر بعد ما قطعناه، وتقدرون أيضا همتين تسلقونه سلقة خفيفة على السريع وتقطعونه إذا تقولون يعني شوية قوي، بس أنا أحب أقطعه هو هيجي يصير حتى شكله حلو. وأنا أحب الجزر هواي بالتمن. هذا التمن نقعته، راح اغسله مرتين وانقعه، وخليت المي والملح على النار لين انا حسوي تمن بزل، هم تصير طريقه صحيه. بنات هسه عندنا شويه زيت خليت والبصل شويه بس يذبل، اخلي عليه صدر دجاج العدنا. هسه خلينا الدجاج، صدر الدجاج فوق البصل ورا ما ذبل، خلينا عليه مثل ما قلت لكم، خليت ورق غار كبار حتى شنو من يستوي اطلعهن، اقدر اطلعهن. سنحمسه شويه لحد ما يتغير لونه. هسه بعد ما تغير لونه الدجاج راح نضيف الجزر، نبدا نقلب بيه. وهسه عندنا البهارات اللي راح نخليها فوق الجزر والدجاج: فلفل اسود، بابريكا، كركم، دارسين، كمون شويه، ثوم مطحون شويه، وهذا الملح. راح نضيفهم كلهم فوق الخلطه ونخلطهم. بنات هسه بعد ما حمسنا البهارات والبصل والدجاج والجزر راح نضيف لهم هذا كوب مي على مود الجزر والدجاج يعطي نفسه اكثر. هسه بعد ما استوى شوفوا شلون صار ما شاء الله، صار يخبل الجزر والدجاج. راح نسوي بكل سهوله، راح نطلع ورق الغار من يمه وراح نضيفه للتمه، بزلناه وخليته هسه بالجزر. هسه بنات درناه على التمه، قلبناه تقليبه خفيفه. هسه راح ندير البوتيته يلا هنا نضيفها ونقلبها وارجع لكم بالنهايه. هسه بنات شوفوا ما شاء الله شلون صار بنات، وهذا شكله بعد ما استوى، روعه والطعم يعني ما احكي لكم، يخبل. تاكلوا ويا الروبه او ويا سوب مال دجاج وحسب الرغبه، والف عافيه.